الفوضى. ولك أن تتخيل، أو إحنا شايفين اللي بيحصل في الجامعات، يعني العبث اللي بيحصل في الجامعات. بيزكي هذا إن رئيس وزراء أعتقد أنه مغيب تماما، يعني على من يملك القرار بمصر الآن وليس غدا. لأن في ناس بتتكلم على أن هو يعني تصدر المشهد في وقت حساس جدا وفي مرحلة صعبة جدا من حياة مصر، وحمل المسؤولية على عاتقه، وبيواجه كل هذه الأشياء والصعوبات بمفرده هو وحكومته، والناس بس بتقعد تنظر وتقول آراء، لكن ما فيش حد بيقدم حلول حقيقية، وهو اللي متحمل المسؤولية هو ورجاله فقط. أنا هكلم حضرتك دي وجهة نظر بعض الناس، يعني وجهة نظر قلة قليلة التي لا تتعدى 5% جماعات المصالح المرتبطة والمشتركة، تمام؟ إنما 95% من الشعب المصري قامت ثورة، حتى هذه اللحظة لم يتحقق أدنى شيء منها. قامت ثورة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، تمام؟ قامت ثورة شعبية أبارت العالم وكسرت كل المخططات التي كانت تخطط للعصف بالوطن العربي كله في 30/6 عشان في جماعة إرهابية. وحتى هذه اللحظة لا يريد هذا الببلاوي أن يعترف ويقول إن الجماعة إرهابية. تم حظر الجماعة في المؤتمر الصحفي، أنا بتكلم بمعلومات وحاجات حضرتك تقدر ترجع لليوتيوب وتشوفها. خرج في المؤتمر الصحفي وقال بالنص: نأسف إن إحنا بنحظر الجماعة. طلع بعدها بيقول: أنا ما أقدرش أعتبر إن جماعة إرهابية. يعني إحنا بنتكلم في إيه بالظبط؟ يعني إذن انت مش شايف ده نوع من الهدوء والحنكة في التعامل مع الامر كي لا يغضب الخارج بشكل كبير ويحاول احتواء الازمة من الداخل بشكل اكبر؟ ده نوع من عدم تقدير الموقف حق تقديره، ونوع من انواع الاستهزاء بمطالب الاغلبية الساحقة من الشعب المصري، ونوع من انواع التغييب المتعمد. كل في هذه المرحلة من كان له علاقة بالامريكان حتما ولابد أن يكون ليس له أدنى علاقة بهذه يا أستاذ محمد. الراجل جاي برضه في ظروف أمنية صعبة وفي ظروف اقتصادية صعبة وفي ظروف سياسية صعبة. كان في رفض من المجتمع الدولي بشكل كبير جدا للي حصل في ثورة 30 يونيو. كان في أزمة طاحنة، أو في أزمة طاحنة اقتصادية بيمر بيها المجتمع المصري، في مشكلة أمنية، في جماعة بتصر على إشاعة الفوضى في البلاد. يعني تحديات كتير برضه، يعني قوى سياسية وأحزاب سياسية مش شايفينها في الحقيقة بتقف جنب الحكومة ولا ليها أي دور. يا حضرتك نفند التحديات دي عشان نعرف نقيم تقييم موضوعي بدون ما احنا نكون ان احنا متحاملين عليه. أولا هنتكلم ملف اقتصادي، مفيش أي حاجة. الراجل النهاردة بيتكلم عن كان الحد الأقصى للأجور، الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لا حس ولا خبر. تمام. بنتكلم إن في عدد رهيب جدا من الثورات الطبيعية المصرية. هي من طب انا هدخل معاك في قضيه او في مشكله راهنه، وتقول لي برضه الراجل كان يعمل فيها ايه. يعني احنا دلوقتي عندنا عدد من طلاب الاخوان موجودين داخل الجامعات، وفي عندنا عدد من اساتذه الجامعات موجودين داخل الجامعات، كلهم بيعملوا في نسق واحد من اجل الوصول الى هدف معين.